في أسطورة يوجي الأصلية، المواجهة الحاسمة بين إكسوديا ذا فوربيدن وان وزوج نيك وفيدز بتحصل لما الساحر العظيم واللي هو جد يوجي بيستدعي إكسوديا باعتباره أقوى قوة نور معروفة. وفعلا إكسوديا بيواجه زوج وجها لوجه وبيكون بنفس قوته تقريبا، لكن الصدمة إن المعركة بتنتهي بهزيمة إكسوديا نفسه، وده لأن قوته كانت مرتبطة مباشرة بحياة شخص عجوز، في حين إن زوج كان كيان ظلامي وبدائي بيستمد قوته من الشر نفسه ومش من بشر ولا طقوس، وعلشان كده قدر إن هو يكسر إكسوديا ويقسمه لنصين. طب هل ده معناه إن لو إكسوديا كان مستمد قوته من الفرعون نفسه كان هيقدر إن هو ينتصر؟ الإجابة باختصار لأ برضه، والدليل على كده إن الفرعون قام باستدعاء التلات وحوش المدمرة واللي بالفعل غلبوا زورج ودفنوه تحت الأرض، ومع ذلك زورج استرجع قوته وقدروا إن هما يهزمهم كلهم بسهولة. وده معناه إن حتى لو كان إكسوديا هو اللي انتصر في البداية، زورج برضه كان هو اللي هينتصر في الآخر، لأن الطريقة الوحيدة لهزيمته كانت بتكمن في معرفة الفرعون لاسمه الحقيقي ودمج التلات وحوش المدمرة مع بعض.